صباح الخير. النهارده هنعمل طبق لذيذ وسريع قوي يخلص في حله واحده. لجوع نص الليل، الناس اللي مستعجله هينجز معاكي قوي. كمان وصفتنا مرنه، يعني مفيش حاجه معينه لازم تحطوها. يلا نبدا، وما تنسوش تعملوا لايك وتتابعوا القناه عشان يوصلكوا كل جديد. معايا هنا 3 معالق زيت. حطيت عليهم كيس مكرونه وهقلب فيها كده. انا عايزه احمرها تاخد اللون البني المكرمل. في الاول هسيبها تاخد بس لون احمر كده شويه، وبعدين هبدا بقى اقلبها ومش هسيبها خالص، يعني هفضل ايدي فيها لحد ما اوصل للون المظبوط بتاعي، عشان لو سبتها شويه ممكن تتحرق مني او لونها يغمق، هيبقى لونها مش لطيف. احنا عايزين نوصل للون الكراميل ده. انا عايزه اوريهولكوا. بصوا، شايفين اللون اللي هو البني المكرمل ده؟ هو ده اللي انا عايزه اوصله. لسه مش كلها خدت اللون، فهفضل برضو اقلب فيها كده شويه لحد ما خلاص اهو بدأت اخد اللون اللي انا عايزاه. احاول اقربه لكم برضو عشان توصلوا له. اهو هو ده اللون اللي انا عايزاه بالظبط. احط لها بقى الصوص بتاعها، عباره عن طماطميه مبشوره، حطيت عليها توم باودر وبصل باودر ورشه جنزبيل وفلفل اسود طبعا، وقمت مقلباها كده مع المكرونه. انا عايزه افضل اقلبها لحد ما المكرونه تشربها. انا عايزه المكرونه تشرب الصوص ده خالص علشان تبقى جوسي كده وطعمها لذيذ قوي. بصوا هنا بدأت تشرب معايا، هنا خلاص شربتها كلها. وشايفين المكرونه احمرت معايا كده ازاي؟ خلاص انا كده وصلت اللون اللي عايزاه. هنزل بقى معايا بشوربه سخنه. انا تقريبا حطيت كوبايتين. لازم الشوربه تكون بتغلي، لازم يعني تاخديها من على النار تحطيها على المكرونه على طول. هنزل بقى بفلفل الوان. انا بحب اقطعه قطع كبيره عشان ميفقدش قيمته. وممكن تستغنوا عنه وتحطوا بس فلفل اخضر، يعني اللي انتوا عايزينه حسب المتوفر عندك. برضو لو عندك بواقي فراخ بواقي لحمه في التلاجة. انا هنا كان عندي ربع فرخه، فصصتها كده وحطيتها عليهم. او لو عندك صدر فرخه مثلا ممكن تقطعيه تشوحيه كده وتحطيه معاهم. نزلت نص كوبايه ميه او نص كوبايه شوربه. انا الشوربه كانت خلصت عندي فحطيت نص كوبايه ميه. ملح وفلفل بقى، ونقلبها تقليبه كده وندوقها. طبعا الملح حسب الرغبه، يعني دوقي الملح بتاعك وشوفي انت حابه تحطي ملح تاني ولا لا. نزلت كمان الفلفل الاخضر كنت ناسياه. هغطيها بقى واسيبها تاخد تدي كده مع نفسها وتتشرب خالص. وارجع لها كمان يعني تقريبا ربع ساعه. بس انا مش عايزاها تنشف، يعني انتي اقعدي بصي عليها كده كل شويه. انا مش عايزاها تنشف، انا عايزه يكون فيها الصوص ده. شايفين حبه الشوربه دول لازم يكونوا فيها. هوطي بقى عليها 5 دقايق بالظبط على الشياطه واقفل على طول. مش عايزينها تنشف خالص مننا. بصوا برضو حتى بعد ما قفلت عليها لسه فيها صوص. انا عايزاها كده، يعني لو نشفت منك هتبقى مش حلوه خالص، والطعم كمان مش هيبقى لذيذ. لازم تكون جوسي كده في نفسها. ويكون الصوص ده، بصوا شايفين المكرونه نازل منها الصوص ازاي؟ هو ده اللي بيدي الطعم، بيخليها فعلا لذيذه جدا. نبدا بقى نغرف مع بعض الطبق بتاعنا. شايفين المكرونه ما شاء الله جوسي قوي، مش ناشفه خالص، غرقانه صوص. وهي دي الفكره اصلا، ان يكون المكرونه بتاعتي غرقانه صوص كده. شايفين اخر حبه دول الصوص دول؟ انا بحب اغرفهم كده على الوش علشان الصوص كله ينزل معايا ويطعم المكرونه. كده نكون خلصنا الطبق بتاعنا. لذيذ جدا ومفيد مغذي. ممكن نحطه للاطفال كمان في اللانش بوكس مع مكرونه بدقيق القمح الكامل، هيبقى مغذيه ومفيده. جربوها هتعجبكم قوي. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.